صباح الخير على اجمل متابعين، صباح الخير على عيون الناس الجميله اللي بتبدا الدايت بدري وبتصحى بكل نشاط وحيويه علشان تاخد وجبه الفطار بتاعتها وتبدا النظام الغذائي او جدول غذائي. ناس كتيره سالتني مؤخرا، هل يا دكتور المانجا متاحه في الدايت ولا لا؟ طب المانجا سعراتها قليله، طب هي ليه مش متاحه في الدايت؟ طب يا دكتور ايه الفواكه اللي متاحه في الدايت؟ ايه الفواكه اللي ما تاثرش على النظام الغذائي بتاعي؟ احنا عايزين بس يا جماعه نجاوب السؤال ده بكل بساطه عشان يوصل لكل الناس. اولا في فرق كبير قوي بين السعرات وبين حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس او الجلايسيميه للفواكه او للمواد الغذائيه. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني مبدئيا حضرتك احنا زي ما شرحنا قبل كده في فيديو قبل كده، قلنا الجلايسيميه للمواد الغذائيه هي ارتفاع نسبه السكر في الدم، وهي هضم الجلوكوز في الدم او سرعه هضم الجلوكوز في الدم. الفواكه اللي سكرها عالي من ضمنها طبعا المانجا، الجلوكوز اللي بيكون فيها بيحصل له هضم سريع، فبالتالي بيرفع مستوى السكر في الدم بسرعه، فبالتالي بيحتاج البنكرياس ان هو يفرز انسولين باقصى سرعه عشان يبدا ياخد الجلوكوز ده من الدم ويوديه كمصدر طاقه للخليه. وطبعا ده بيعمل خلل في العمليه الغذائيه او خلل في الميتابوليزم بتاع الجسم، وبيؤدي الى مشاكل صحيه. طب ده ليه علاقه بالكالوريز؟ لا، هو وارد يبقى الماده الغذائيه ليها سعرات حراريه قليله لكن ليها جلايسيميك اندكس عالي. الموضوع ملوش علاقه ببعض، يعني الجلايسيميك اندكس ممكن يكون عكس السعرات. السعرات دي يا جماعه بندخلها في الجدول عادي، يعني حضرتك ليك جدول على مدار اليوم 1200 سعره. لو دخلت حاجه سعراتها عاليه بس جلايسيميك اندكس بتاعها قليل، ما تاثرش على مستوى السكر في الدم، ما بيحصلش اي مشكله للجسم ولا بيحصل اي خلل في النظام الغذائي، فبالتالي ما بتاثرش على الدايت بتاعي. طب العكس صحيح، ادخل حاجه سعراتها قليله لكن الجلايسيميك اندكس بتاعها عالي، طبعا ده بيأثر على الدايت وبيأثر على افراز الانسولين في البنكرياس. فاذا نحن غير مرتبطين موضوع السعرات. احنا يا جماعه مش بنمنع المانجا، احنا ما بنقولش مانجا ممنوعه، لكن هي غير مستحبه تكون ديلي يوميا كدايت بلان محطوطه في سكادول ان انا اخدها يوميا كحاجه روتين رئيسي ليا في الدايت. لكن لو انت خدتها مره او مرتين على نفسك ما بيحصلش حاجه. فاحنا مش مانعين المانجا ولا مانعين الفواكه عاليه السكريات، لكن بنقول ان لازم نرجع للجلايسيميك اندكس بتاعها علشان نعرف هل هي مستحبه ولا لا، عشان نوصل معلومه بكل بساطه. اذا دايما نحط الفواكه اللي موجوده على جدول الجلايسيميك اندكس اللي هو بيكون من 0 لحد 100 او 100 علشان نعرف اذا كان هو مناسب ولا لا. صباحكم جميل، صباحكم بيضحك، دايت جميل، وان شاء الله مكملين مع بعض لاخر اليوم.